كيفكن صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم يومنا برا البيت. قضيت اليوم كله برا البيت. لازمني شوية لبس لبنتي، قلت لازم اروح على السوق واشتري لها. المهم هون اجيت على المول عشان اشتري اللبس لبنتي مثل ما قلت لكم. هون نحن ماشيين كان عاملين مثل مهرجان وهيك يعني كوري، وكمان لازمني بدي اجيب هيك كم غرض للبيت، دواء غسيل، شغلات للحمام وهيك يعني. وبدي اجيب سلل مشان البراد، بدي انا اساوي يعني البراد اقسمه مشان الفواكه والخضار وهيك. فحابة شي هيك يكون صغير، يعني مو انه سلل كبار. المهم هون اجيت على سنتر بوين اسمه، مشان اشتري لبنتي لبس مثل ما قلت لكم. هذا المحل كتير كتير بحبه، حتى عنده يعني شوفوا اسعاره كتير مناسبة، وماشي اللبس اللي عنده كتير حلو، عنده اشكال والوان اللي بدكن اياه، للاطفال للكبار للنساء للرجال كل شي. شوفوا هون اسعاره ب22 ب17 درهم، فكتير كتير انه مناسبين، وعلى طول بعملوا عروض، يعني عروض على اللبس. حتى هون حاطين بيجامات وشروطة وهيك للاطفال ب16 درهم 17 هيك، فكتير كتير رخيص وبحب يعني على طول اشتري من عنده. كنت هون هيك عم بفكر اخذ لها لبنتي شي فستان، بس ما عجبني من هدول، فلقيت فستان هيك لونه بنفسجي اخذت لها اياه، كتير عجبني. وشوفوا نحن هون يعني في الامارات عن جد ما بلاقي مثل لبسنا بسوريا، حتى بتركيا ما شاء الله بلاقي كتير، يعني نفس كأنه سوريا، ما بعرف يمكن البضاعة لأنه بجيبوها من سوريا، فكتير بلاقي هيك يعني موديلات. نحن هون في الامارات ما في كتير موديلات، لانه اغلبهم هون بلاقيهم هيك عم بلبسوا اولادهم بناطرين جينز مع بلوزه بس، يعني ما في انه شي هيك يعني مشخلعوا هيك نفس عنا بسوريا. بس لقيت هذا البنطلون كتير عجبني، قلت باخذ لها اياه لبنتي، لانه اصلا بناطرين جينز على بنتي ما عم بلاقي لها كتير يعني. بس هون بعد ما اشتريت الاغراض اللي بدي اياهم لبس وهيك، كنت خلص بدي اطلع من المحل، ولقيت هدول هيك حبيت هيك شغلات، بحب هيك شغلات للحمامات، يعني كل شي هيك فيه خشبي بحبه يعني للبيت، ما بعرف بحس بيعطي هيك تقل. بعدين بعد ما خلصنا اجيت هيك شربت كوفي، وبنتي طلبت هاي الكيكة بس. وهون كنت بدي ارجع على البيت، وكان عندي مشوار تاني بدي اروحه، بس ما قدرت اصور لكم اياه لانه المشوار كتير بعيد واصلا ما حيخلوني اصور، لانه قبل هالمرة كمان رحت مشان اصور ما خلوني. بعد ما رجعت على البيت هون جوزي طالب طلبية كان امازون، فوصلتني. كنت طالبة مشان شواي اللي بيشووا فيها، بس هاي على الكهرباء بتجي. طلبت لبنتي هون لانش بوكس، لانه اللانش بوكس اللي عندها كتير صغير، فطلبت لها هذا كتير حبيته، وكتير هيك يعني بسع انه الاكل والتوست يعني، لانه هداك اللانش بوكس تبع بنتي كتير صغير، حتى التوست يوم عم بحطه ما عم بيسع مثل العاده. بس واخدت لها هدول هيك تبع الفواكه وهيك شغلات يعني حركات. واخدت ايلاينر كتير هذا حبيته قبل هالمره لانه استخدمت منه، فحبيته ورجعت طلبت منه. هاي هي الشواي كتير كتير كويس. انا شفت كل العالم يعني اغلب العالم اللي بالبيوت اللي ما بيقدروا يشووا فعم بيستعملوها، كتير حبيتها عشان هيك جبت منها وقلت بدي اجربها. وهاي كمان تبع الشعر للحمام، واخدتها واخدت مقص. هون مثل ما شايفين هاي هي الشواي، شوفوا بيجي فيها اكتر من قطعة مشان اذا تعملوا مثلا اكتر من شغلة فبتقدروا. شايفين بيجي هاي هيك مثل الصاجة، وبيجي مثل الشواي اذا بدكم تشووا هيك يعني شوي، بس ما بعرف اذا مثل الشوي اذا تشووه ممكن يطلع ريحة ودخنة كمان، فانا بدي اسوي مثل على الصاج، عرفتوا. بس جبت هدول السلل، مو قلت لكم هيك حابة اخذ شي سلل هيك صغار للفواكه وهي، فاخدت 4 قلت بدي اجربهم واذا وسعوا كمان بالبراد مشان الفواكه والهاد. هون لازمني كان سائل
معطر للغسيل وكتير يعني هيك شغلات. وهذا البريق كتير حبيته، حجمه كتير كبير ومناسب يعني كان امنيتي اخذ هيك يعني بريق، عرفته؟ كتير حبيته. فاخدت هلا هدول. انا عندي كاسات هيك صغار، بس ان شاء الله اذا عجبني هاد فراح اخذ له هيك كاسات يكون مطابق عليهم. وجبت هون كمان محارم معطرة، وجبت المعطر للأراضي، وشامبوهات كمان كان لازمني أنا، لأنه شوفوا كل تقريبا أسبوعين ل3 أسابيع بنزل بشوف إيش لازمني شغلات، مثلا شامبوهات شغلات هيك فبجيبهم. ولازمني كتير لسه كتير شغلات، يعني بدي علب للبهارات وهيك، للبهارات الكبيرة مو الصغار، يعني مثل الفلفل وهي لا، الحبوب اللي بيجي حبوب مثل العدس الرز الشغلات هيك. فلازمني كم غرض ان شاء الله، يعني بالفيديو الجاي اذا الله راد قدرت انزل هصور لكم. هيك والله يعني قضيتها كله بس انه برا البيت، وبعدين اصلا عديت عن بيت حماي، رحت هيك ما في نص ساعة ورجعت على البيت لانه كان متأخر الوقت. ولقيت هدول المكياج اللي بيجي هيك لمعة كتير حبيتهم، ولمعتهم كتير حلوة وفي منه كتير الوان ورخاص. الوحدة تقريبا اخدتها ب5 دراهم. تخطيط هذا للحمرة كتير حلو، حبيت كمان نوعيته. واخدت هون الشوفان اللي بالشوكولا، بس طلع قلبه مو بالشوكولا، طلع بالحليب بس طعمته يعني شوكولا، فكتير كتير طيب، انا كتير بحبه هاد. وهذا المعطر للعبايات انا بجيبه خاص غير يعني بغسل عباياتي بهذا المعطر. هو معطر وغسيل يعني شلون بدي لكم سائل صاير مثل تبع الجلي وهيك. فانا مستخدمته اكتر من مرة، لانه شوفوا كل ما عم بستخدم عباياتي بحطهم بالغسيل مع الدواء غسيل البودر عم بيساوي هيك مثل اللطع. مين مثلي هيك عم بيصير هيك عنده؟ خبروني. فقررت خلاص بدي اجيب من هذا، وجربته من تقريبا من فترة كتير منيحة، فكتير عجبني. وما عم بيلطع العبايات، يعني عم بيلطع هيك اللطع بيض وما عاد يروح ابدا من العباية. فتبهدلت والله من هالشغلة. بس جبت هدول هيك تبع المطبخ كمان، لانه لما عم بجلي يعني عم بتعبوا الاغراض وهيك، فقلت هذا كتير حلو وكويس، يعني حبيت نوعيته انه صاير مثل الجلد. جبت هدول كمان مشان اذا نعمل ماسكات للشعر وهيك شغلات، يعني نواعم. جبت مزيل كمان للاظافر. وهون كمان شوفوا سحابة المعالق، وهاي بدها ترتيب لحالها ان شاء الله. رح اعمل هيك يوم اعمل هدول الخزن وارتبهم. فحطيتهم هلا هيك شلون ما كان. شايفين سائل العبايات عندي كان 2، فضي واحد وبقي شوي من التاني، فمشان هيك جبت واحد تاني، لانه ما بحب انقطع. يعني خلص يكون مثلا يعني بالعلبة مثلا فيها نصها هيك، خلاص اجيب مشان ما انقطع ابدا. وهون كمان جبت كفوف اللي بهدول النايلو، عرفتون؟ كان لازمني هاي كتير كتير حبيتها. مثل ما قلت لكم انه قماشة، القماش تبعها جلد، يعني اجاها مي، اجاها هاي ما يعني ما بتغب، عرفتوا؟ انه مثلا بتعبوا اللبس ولا شي، لا ابدا. بس هون قلت بدي انظف البراد هيك، اعمل له تنظيفة بسيطة. حطيت اول شي هيك البندورة بتسلي لحالها، والباقي كلهم رتبتهم، يعني الخيار هيك شغلات. وان شاء الله يعني هدول كتير لانه عجبوني، وهيك حجمهم كتير مناسب للبراد، فان شاء الله رح ارجع اجيب منهم هيك 3 أو 4 كمان، فبلزموني. يعني اليوم انا قضيته بس برا البيت، ما يعني والله حتى ما قعدت بالبيت مثل عادة. حتى طبخة اليوم ما حاطبخ، لانه جهزت قبل ما اطلع من البيت، جهزت بدي اعمل بهاي الشواية مثل ما قلت لكم، لانه انا اصلا هن كاتبين انه اليوم حتوصل، فقلت خلاص لبين ما ارجع ان شاء الله بتكون وصلت الطلبية وبساوي فيها بشوي يعني. فجهزت
الأوانس، مين بيعرف الأوانس السورية؟ ما بعرف، تبع الفروج اللي بدي، مو القلوبات، لا التانيين، أنا كتير بحبهم، يعني بالنسبة إلي أطيب من اللحمة والله. فلما فرمتهم، هون فرمتهم هيك ناعم مشان يستووا، وتبلتهم وهيك. اصلا والله ما فرجيتكم لانه والله العظيم ما فضيت مثل ما شايفين. عندنا قايمة قاعدة عندي وشفتوا الأغراض وهيك، فدوبي لحقت انه اطبق وما صورت يعني. بس هون هيك قلت اعملي بس هيك تنظيفة للبراد. شايفين البراد قايم قاعد صار لي يومين لانه ما نظفته. فانا كل يوم هيك بعمل له هيك مسحة، ويعني بشوف ايش في شغلات مو لازمتني. كيف تقضوا يومكم انتو؟ خبروني وكتبولي بالتعليقات. واذا بتحبوا هيك انزلكم هيك فيديوهات يعني برا البيت، لانه شوفوا يعني انا صايره كتير بطلع هلا هالفتره، صايره يعني لازمني لانه كتير شغلات بالبيت فعم بطلع. اذا بتحبوا هيك فيديوهات اصور لكم خبروني. شايفين هون حجم السلل كتير عجبني، يعني حتى وسعه 4 حبات يعني من هدول السلل، يعني بس برف واحد. هون كنت حاطه الجرجير مثل ما قلت لكم، انا بحط لهم مشان يتم محافظ عليه وما يخرب. بس هيك شوفوا رتبت البراد وصار عم يلمع لمع. شايفين احلى شي لما هيك ترتبي البراد وتكون هيك رياحة. والله العظيم كتير ترتاحي لما تلاقي بيتك هيك نظيف والروايح هيك عم بتهب منه من النظافة. بس كمان هون كان عندي جلي هيك قلت اجليه واخلص قبل ما نشوي قلت لكم الفروج. هون كمان تبلت جناحات وعملت هذا شو بتقولوا له انتو؟ هو بحري، كلاماري هيك شي، يمكن والله ما بعرف بالضبط شو اسمه. بس هيك قلت بدي اساويهم، والأوانس والهاي. وهيك قطعت هيك كم حبة بندورة وبصل عشان احطهم كمان بالشواي من تحت، لانه هي إلها رفين. الرف اللي تحتاني انه يعني بشوي من فوق، يعني هدول اللي هيك الصغار فرجيتكم اياهم بشوي من تحت عشان ينشوى انه اللي فوق هيك. كيف عم بتقضوا انتو يومكم؟ خبروني. واذا اذا عندكم هيك شغلات مثلا بتفيد خبروني عنها للاطفال. طلعات مثلا اشتريتوا شي خبروني عنه، خاصة اللي عم بيتابعني في الامارات خبروني. بس هون هيك شايفين البيت المطبخ صار عم يلمع لمع، وعم بيسألوني مشان المكنسة انه شو اسمها. ما بعرف، هاي هيك مكتوب اسمها، انا لانه ما بعرف بالانجليزي فما بعرف شو اسمها بالضبط، اذا هو اسمها ولا لا. انا لانه مكتوب من الطرف وصورت لكم اياها. بس هون جوزي قال لي خلاص انتي شافني لانه كتير تعبت، فقال لي انا بشوي هدول انتي عدي. وانا هون كنت عم بصور هيك كم مقطع انه بصور لكم، والله كتير كتير طلع طيب. شايفين بشوي كأنه عم تاكلوا شوي، بس انه يشوفوا ما بطالع دخنة دخنة. اهم شيء اذا فتحت الشبابيك وهاي فما بطالع دخنة ابدا، فبنصحكم فيها والله. وعملت هيك كمان كم قرص كبابة هيك قرصتهم، بس ما كترت لانه ما شاء الله يعني كتير كتير صار الاكل وزيادة. اصلا هدول ما حطيتهم كلهم لانه يعني زاد، فقلت حرام يعني. وبس يا صبايا، لهون هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد مني، وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.